السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم مصطفى قطري من موقع التقي بالهدف. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن الجي 8 المقدم من هواوي، واحد من أفضل الهواتف ذات الأداء المتوسط. هذا الهاتف تم الإعلان عنه أول مرة في مؤتمر إيفا، لكن الآن متوفر في السوق السعودي بسعر 1300 ريال سعودي. طبعا الشيء اللي لازم تعرفه إنه في 16 وفي 32 جيجا بايت، لكن الشيء المهم جدا انه اذا خذيت 16 راح تاخذ ذاكره شويه 2 جيجا بايت، اذا خذيت 32 جيجا بايت فانك تاخذ ذاكره شويه 3 جيجا بايت. فهذا امر مهم. في منفذ الذاكره الخارجيه وشريحتين لدعم شبكات الجيل الرابع فول اكتف. طبعا الهاتف المحمول يملك عدد من المنافذ والازرار. منفذ صوتي 3.5 ملم من جلي منازلي الصوت والطاقه، ومنفذ مغلق للشريحتين، فهنا تقدر تستبدل الشريحة الثانية بالذاكرة الخارجية. طبعا في مايكرو USB وسماعتين في الجهاز السفلي، لكن في الحقيقة هي سماعة واحدة. ومن الجهة الأمامية عندك الشاشة وأزرار خاصة بالتحكم بالنظام على نفس الشاشة. طبعا الكاميرا عندك الأمامية 5 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش LED ملون ومثبت بصري. يعني كاميرا خلفية مش بطالة نهائيا مقارنة بالسعر اللي راح تدفع على هذا الهاتف، ونزود بواجهة الايموشن UI نظام الاندرويد 5.1. بالنسبة للشاشة فهي بدقة 1080p 5.5 انش IPS LCD، كتابة بكسلات 401 بكسل لكل انش. طبعا هذا التطور جدا مهم، اللي يستخدم الجي 7 يعرف انه عنده شاشة 720p، فالشاشة راح تكون افضل بكل تأكيد على الجي 8. منتجبات زوايا رؤية مع الاي بي اس، والالوان تظهر بالشكل الطبيعي ليست مشبعة مقارنة بتقنية الاوميليد، وكتابة بكسلات تشوفها جدا كافية على هذه الشاشة. البطارية غير قابلة للزالة بسعة 3000 ملي امبير على هذه المواصفات اللي هي سناب دراجون 615. وزي ما ذكرت لكم على حسب السعة تختلف السعة الذاكرة العشوائية. طبعا فيختلف الموضوع انت وش تاخذ مع الاداء، لكن اتوقع ان البطارية تصمد. من تجربة من ناحية الاداء صفح النظام وايضا تجربة بعض البرامج يعني لاحظت انه سلس جدا، ولكن متوقع حسب ما شفنا في عدد من الهواتف اللي تملك نفس المعالج انه يكون في سقوط بعض الفريمات لبعض الالعاب اللي تتطلب رسوميات جدا عالية. طبعا الكاميرا، واجهة الكاميرا نفس ما هو موجود في البي 8 الميتس كلها موجودة، لكن بخصائص اقل. طبعا الواجهة نفسها ما تغيرت مع عدد من الخيارات، وايضا عندك خاصية السيلفي الكاميرا واسعة النطاق اللي هي بدقة 5 ميجا بكسل. إذا هذا هو الهاتف المحمول، هاتف مثير للاهتمام نظرا إنه ما يقدم لك مقارنة بالسعر يعتبر جدا منافس. يا ريت تشاركونا برأيكم في خانة التعليقات. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.